الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع من أراد به خيرا بالعلم والإيمان، والحمد لله الذي رفع قدر العلم والعلماء، وأشكره عز وجل في السراء والضراء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الأوفياء. أما بعد، بداية من كلام هذا من اللائق كالعبد الضعيف أن أشكر الله عز وجل الذي قد من علينا نعمه وامتنانه وفضله ولن يحصيها العبد إذا عدها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم صلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيد المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كمل الله له الفضائل والحسن والإحسان، ورفعه الله بالخلق الأكرم، وبعثه إلى سائر البلدان ليعلم الإنسان دين السلام. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في هذه الفرصة النفيسة سأتحدث بين أيديكم جميعا تحت الموضوع التحديات التربوية في عصر العولمة. أيها الحاضرون الكرام، إن التربية والتعليم هما قيمة الأمة وجودتها، إذ أنه هو الذي ينشأ إنسانا مزدهرا، فكلما زاد الإنسان علما وتعليما زاد المجتمع ازدهارا وقوة، وكلما زاد المجتمع خبرا وتربية زادت الدولة قيمة وجودة. فالتعليم هو أساس الازدهار، فلا يمكن لأي إنسان ولا مجتمع ولا دولة أن يتأمل مستقبلا إلا ويلزم عليه أن يسير على منهج العلم. وقد وعد الله سبحانه وتعالى ذلك، حيث أنه سيرفع أقوام المتعلمين إلى درجات عالية ويجعلهم سادة يقتدى بهم. فيقول الله جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سورة المجادلة الآية 11. أيها الحاضرون الفضلاء، قد يشهد العالم على مرور الزمان تطورات كثيرة وبالمثل في مجال التعليم التي لا نهاية لها. وقد ذكر بروفيسور الدكتور يحيى معين بعض التحديات التربوية في عصر العولمة، ومن بينها التدفق السريع للعولمة الذي كان بالطبع يؤدي إلى إحداث التحديات الاستمرارية في التعليم، لأن الأزمان مختلفة والمشاكل متنوعة والاحتياجات مجددة كل يوم وساعة ودقيقة بل وكل ثانية. فلذلك ينبغي للتعليم أن يكون دائما في التجديد والإصلاح حتى يقدر على مواجهة متطلبات العصر، كما يقول الرئيس السابق للولايات المتحدة: أن التغيير وأسلوب الحياة، والذين يتبعون إلى الماضي أو الحاضر فإنهم سيفتقدون المستقبل. أيها الحاضرون الكرام، إن من بين تحدياتها أيضا عدم استقرار النظام التعليمي، فالمؤسسات التعليمية لم تكن قادرة على تحقيق الغرض من التعليم نفسه. الطلاب يتعلمون عن المساعدة، ولكن قليل جدا الذين يريدون المساعدة الآخرين. الطلاب يتعلمون عن الاحترام، ولكن هناك عدد غير قليل الذين يسبون ويحاربون ويهتكون الآخرين. فلذلك ينبغي إتقان النظام التعليمي أولا، بحيث لا تكون المدرسة بمجرد المكان للإيصال فقط، وإنما المدرسة قادرة على تغيير حياة الناس وطباعة جيل ذي أخلاق عالية حتى يكون نافعا لنفسه ومجتمعه ووطنه ودينه. عملا بحديث رسول عليه الصلاة والسلام
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي. لذا أيها الحاضرون الأعزاء يجب علينا أن نمشي سويا من أجل الابتكار في جوانب التعليم مطابقا مع متطلبات العصر. واعلموا أيها الإخوة بأن ليس هناك شخص ولا مجتمع ولا شعب متقدم إلا ولديه نظام تعليمي رقي. فتعالوا بنا أيها الإخوة لنتعلم ونعلم ونتعلم فنعمل ونتعلم فنعيش ونتعلم فنحيا معا. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة مباركة ويرزقنا وشباب المسلمين علوما نافعة وعملا صالحا والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The second performance will let us wonder with her ability